تسجيل تلفزيوني كان هذا الكلام نسب لوزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو في حكومة النهضة. هو صحيح مستقل، لكن في النهاية هو في حكومة النهضة. لما يبقى وزير الداخلية في تونس، وزير الداخلية مش أي وزير، يعترف بجهاد النكاح ويقول إن في تونسيات سافرنا إلى سوريا، وهتشوفوا الكلام قال حتى أنا سامحوني على الوقاحة إنهم ضاجعنا من 20 ل 100 مقاتل. يعني كل واحدة سافرت لتونس ضاجعت من 20 ل 100 مقاتل، وعدنا حوامل. ثمرة العلاقات الجنسية باسم الجهاد، جهاد النكاح في سوريا. هذا الكلام لا يقوله وائل الإبراشي ولا يقوله برنامج العاشرة، اللي بيقوله وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو. وهذا الكلام أثار جدلا شديدا. طبعا وزير الداخلية مش ممكن هيقول هذا الكلام بدون معلومات، خاصة انه وزير الامن يعني اللي عنده اعترافات البنات لما حينما عدنا من سوريا. شوفوا بقى، تخيلوا لما يقول هذا الكلام. تعالوا نستمع الى التصريح الخطير والملغم لوزير الداخلية التونسي عن جهاد النكاح. سامحوني في الوقاحة، اغفروا لي ذلك. يتداول عليهم 20 و30 و100 ويرجعون يحملوا ثمرة ذلك الاتصالات الجنسية، واحنا باسم جهاد النكاح واحنا ساكتين مكتوفي الايدي.